حاسس إنك ناسي كل حاجة؟ حاسس إن كل اللي ذاكرته راح؟ طب خليني أطمنك، أنت مش ناسي، أنت بس داخل على مرحلة اسمها المراجعة، والمراجعة دي مش مذاكرة من الصفر، دي فن السرعة وفن الربط. لازم تفهم حاجة مهمة جدا، المراجعة أسرع بكتير من أول مرة ذاكرت فيها. يعني لو درس خد منك شهر، دلوقتي ممكن ياخد أسبوع أو أقل. أنت مش بتتعلم جديد، أنت بتفكر نفسك. فبلاش تضيع وقتك في شرح طويل، اجري على المعلومات وركز بصوت عالي على النقط اللي بتغلط فيها، واكتب بس الجديد عليك، مش كل حاجة. انت مش بتألف كتاب من الأول. أكبر غلطة ممكن تقع فيها دلوقتي إنك تتشتت، 5 مدرسين، 7 كتب، وكل شوية تقول ده أحسن ولا ده. كده انت مش بتذاكر، انت بتضيع. القاعدة بسيطة، مدرس واحد تثق فيه، وكتاب أو 2 بالكتير، وبس. كلهم صح، بس كترهم هو الغلط. بطل دور الضحية، بلاش الوقت ضاع وأنا متأخر. اشتغل حتى لو واقع، قوم بسرعة. الفتور طبيعي، كلنا بنمر بيه، بس الفرق إنك ما تقعدش فيه. كمل حتى لو خطوة صغيرة. السهم اللي ماشي ببطء في الآخر بيوصل. نصيحة من القلب، لو عايز ربنا يفتح عليك، نظف قلبك وخليك كويس مع أهلك. انت مش مطلوب منك النتيجة، انت مطلوب منك السعي بس. اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. ابدأ من النهاردة، ركز وما تتشتتش، وقولي في الكومنتات ايه اكتر مادة تايه فيها ونظبط لك خطة عليها. تمام يا أصدقائي، أشوفكم الفيديو الجاي. كان معكم يزن، دمتم بخير، سلام. ما تنسوش يا أصدقائي تعملوا لايك واشتراك في القناة، واكتبوا لنا في التعليقات عايزين نتكلم عن إيه الفيديو اللي جاي.